لضيوفك الاعزاء والساده المشاهدين. هذه المباراه كانت مباراه عصيبه وصعبه، واعتقد التحكيم ساهم ايضا بزياده صعوبتها ووصفها بمباراه دراميه، واعتقد الحكام المساعدين بشكل اساسي كان لهم دور كبير في ذلك. طبعا سوف نستعرض بعض من هذه الحالات، ليست كلها لانها الحالات كثيره، سوف نستعرض اكثر الحالات تاثيرا على مجريات اللقاء. الحاله الاولى ونتحدث عن الهدف، طبعا هو هدف إعادة الأمل بالأحرى، هو هدف بايرن ميونخ الثاني في الدقيقة 77، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، طبعا لا وجود مولر الذي لعب الكرة بالصدر، سوف نلاحظ ذلك. طبعا راموس بعد ذلك سجل هذه اللحظة الأهم، هذه هي اللحظة الأهم. في البداية مولر لم يكن في موقف تسلل، لكن في هذه اللحظة عندما لعب الكرة طبعا ليفاندوفسكي كان متقدما عن أخي الثاني مدافع وهو راموس، لكن اللحظة الأساسية هنا لحظة لعب الكرة بالصدر، إذا هو على خط الكرة، كان متقدما على خط الكرة. الكرة التي لامست الصدر فكان لوفاندوفسكي متقدما على الكرة التي صدمت بالصدر وذهبت إليه، وبالتالي هذا بالتالي هذا تقصد في تسلل كابتن؟ تسلل. نعم. مين تسلل؟ مولر تسلل؟ الرجاء قطع الصوت علي حتى استطيع ان اسمع الاستديو. كابتن تسلل من؟ مولر ليس في موقف تسلل، لكن عندما لعبت الكرة لوفاندوفسكي كان متقدما بهاللحظة، كان مولر وكان لوفاندوفسكي متقدما، يحذف هذا الهدف لوجود حالة تسلل. حالة ثانية كابتن وصعبة جدا. الحالة الثانية كابتن طبعا كابتن، لكن ليفاندوفسكي ما لمسش الكرة، ليفاندوفسكي ما لمسش الكرة. أرجو الإعادة. ليفاندوفسكي لم يلمس الكرة، هو راموس اللي لمس الكرة. راموس ما في مشكلة. لا أنا أردتك أن توضح، لأنها مهمة جدا للمشاهدين. ما في مشكلة، هنوضح. ناتشو لمس الكرة تماما. نذهب هنا في هذه اللحظة هو مشارك باللعب، بغض النظر أنه وصل إلى الكرة، هو يحاول أن يلعب الكرة، وبالتالي هو متداخل بهذه الحالة مع راموس. إذن هو حقق من وجوده في موقف تسلل في اللحظة التي مريت فيه الكرة بالصدر. نعم. حصل تداخلا مع الخصم، وبالتالي هو هذا الهدف تسلل. الحالة الثانية. نعم. الحالة الثانية بطبيعة الحال الإخراج كان سيئا في هذه الحالة، لأنه لم يرينا اللحظة التي لعبت فيها الكرة. هنا نتحدث هنا هجمة، ومن ثم هناك المخرج يعيد إحدى اللقطات الأخرى. هنا فيدال يقوم، ليست هذه الحالة. نعم. طبعا فيدال يقوم بعملية ركل. هنا الحكم طبعا لم يشاهد الحالة بوقتها الطبيعي، لأن كان هناك إعادات. الحكم أبرز البطاقة الصفراء ومن ثم حمراء، وهنا ندقق هنا هذه اللحظة هي لحظة ركل بأسفل القدم على قدم الآخر. هذه اللحظة نقف. أرجو الرجاء الوقوف. ليس احتكاك يعني كابتن؟ طبعا هذا احتكاك. أرجو التقدم كمان، أرجو التقدم. هذه اللحظة ليس عاديا. نرجو نعود إلى الخلف والله قليلا، نعود إلى الخلف. هذه اللحظة ليست عادية. هنا اللاعب يمنع اللاعب من الوصول الكرة بركل وجه قدم اللاعب أو مشطه الداخلي، وبالتالي هذه عرقلة. ورأى الحكم أن هذا اللاعب كان قادر على التقدم والاستحواذ على الكرة والتقدم لبناء هجمة واحدة، وبالتالي هو أعطاه الإنذار الثاني لهذا السبب. نعم. وهذا القرار صحيح. طبعا عندما نحسب هذه المخالفة تكون المخالفة أقل قوة هي مخالفة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح روبن، التي بالكاد كان هناك تلامس على مستوى رأس القدم. هذه الحالة الثالثة في الدقيقة 105، هدف كريستيانو الثاني في المباراة، الذي كان صريحا وواضحا وحالة تسلل لا لبس بها. واستغرب بهذه اللحظة حالة غاية في السهولة. لكن أين المساعد كابتن هنا؟ هو المساعد الذي يجب أن ليس الحكم فقط. المساعد هنا مجري نايم. راموس يمرر الكرة إلى كريستيانو. طبعا هنا ألابا هو أخي الثاني مدافع. هذه اللحظة يستطيع أن يجمع بين لحظة لعب الكرة وأخي الثاني مدافع واللاعب الذي تصله الكرة. زاوية ممتازة ومثالية لتقييم صحيح لوجود حالة تسلل. أستغرب ذلك. طبعا لعبت الكرة، نستمر.
لنلحظ طبعا حتما سيكون هناك تغيير لأوضية اللاعبين. تغيرت أوضية اللاعبين عندما استلم كريستيانو الكرة، كان قد ألابا قد عاد ليقوم بعملية تغطية. اللحظة هي الأهم، لحظة لعب الكرة. يبدو أن الحكم لم يعير انتباه أو تركيز كافي للحظة لعب الكرة، وهي قضية ذات أهمية، وهذا من صلب عمله. الحالة الثالثة في الدقيقة 110، هجمة مرتدة واختراق من مارسيلو، ومن ثم يلعب الكرة عرضية. حالة تسلل واضحة أيضا. للأسف هنا الحكم بقي مع أخي ثاني مدافع، يجب أن يتقدم، يترك أخي ثاني مدافع ويذهب مع الكرة. هذه اللحظة كريستيانو الحكم مساعد خلف سابق الكرة، سابق الكرة. نعم. كما هي لحظة لوفنسكي الذي تدخل مع الخصم. إذا هنا أيضا حالة تسلل، تدخل في اللاعب، وطبعا هو متقدم بالمقارنة مع الكرة، هو متقدم، هو أقرب إلى خط المرمى كريستيانو. لحظة تمرير من زميله مارسيلو، وبالتالي قرار الحكم أيضا خاطئا. 3 أهداف أعتقد جعلت المباراة دراماتيكية، وجعلتنا يمكن أن نذهب باتجاه وقتين إضافيين. وطبعا هذه هي كرة القدم. طبعا لدينا حالات أخرى إذا تمكنا سنستعرضها في الحصيلة. شكرا كابتن جمال، شكرا.